العفو يكون دائما على واحد أخطأ فيتم العفو عنه، وطلب العفو والمغفرة يكون من الله عز وجل. علاش قلت هذه المقدمة؟ لكي أتطرق لموضوع الدكتور محمد الأمين بلغيث. طبعا سجنه كان بسبب رأي فكري وعلمي، ربما يتطور أو تطور إلى رأي سياسي بحكم ما تعرفه الجزائر وما تعرفه الأمة العربية من النزاع العرقي أو الأزمة الهوياتية. وطبعا سجنه كان ظلما وعدوانا، ناهيك عن موقفه من السلطة السياسية ودعم رؤية العسكر خاصة ما بعد الحراك، وكذلك موقفه من الإمارات وهكذا. ولكن رجل صاحب علم وفكرة وكلمة يناقش بالعلم والكلمة والفكرة، وهكذا يكون الحوار. أما أن تسجينه وتظلمه فهذا مرفوض ومنبوذ ولا ننادي به. فتكلمت على هذا كما تكلمت على غيره، كل واحد صاحب كلمة يرد عليه بالكلمة، وفي مجال الحوار والعلم، وليس بالقمع والاستبداد والفساد والظلم. الآن الذي يهمني هو مآلات أو ما بعد إطلاق والعفو عن الدكتور محمد الأمين بلغيث، كيف سيتطرق أو سيكون له ذلك الحس السياسي. أكيد أنه التقى بالكثير من السجناء السياسيين وتناقش معهم، وكذلك مع أصحاب الرأي، والتقاهم في سجنه، والتقى مع جميع الأصناف المجتمع الجزائري الذي يعيش معها في باب الزوار والذي يعرفهم جيدا، وهو ابن الجزائر العميقة وابن الشهداء والمجاهدين وهكذا. الآن من الناحية العلمية والسياسية والأخلاقية ومن ناحية الكلمة الحرة، هل سيطالب بإطلاق سراح السجناء الرأي الذين سجنوا مثله تماما أو أقل منه، لأنه لم يتكلموا عن المواضيع التي تطرق إليها؟ مثلا بعض الشباب الجزائري مجرد هاشتاغ وأصبحوا يسجنون، إطارات الجبهة الإسلامية الإنقاذ فيهم البروفيسور والدكتور والأستاذ ومدير المدرسة والشاعر من أجل بيان سياسي سجنوا. فيه أصحاب رأي وأصحاب موقف سياسي سجنوا، فيه عبلة قماري، فيه نساء وهكذا. الآن من الناحية السياسية ومن الناحية الأخلاقية ومن ناحية الفكرة الحرة، هل سيطالب بإطلاق سراحهم؟ أتمنى أن يكون هذا، لأنه الكثير والسواد الأعظم رفضوا سجنه ورفضوا إلقاء به في السجن، وخاصة بعد مهزلة السلطة في تعاملها مع قضية صنصال. كذلك من الناحية العلمية ومن الناحية الفكرية، كيف سيتعامل مع إيمانه بقضاياه الفكرية؟ هل الآن بعد العفو عنه سيسكت ويتراجع؟ هل سيقوم ببعض الحسابات السياسية لا نقول يتهرب، ولكن يبتعد عن اللغة التي كان يتعامل بها في قضية الطرح الأمازيغي أو الطرح البربري والوجود الأمازيغي في منطقة شمال إفريقيا وفي الجزائر تحديدا؟ الآن إذا أنا الذي أعتقده، إذا كان إيمان صاحب فكرة وصاحب مبدأ يجب أن يناضل ويتكلم وأن لا يقمع صوته، وهذا هو الأصل. صاحب أي واحد عنده فكرة يجب أن يناقش، والمناقشة والحوار يكون بالأدلة في أجواء فكرية وعلمية وهكذا. صحيح أن السلطة السياسية والسلطة العسكرية في الجزائر ترفض هذه النقاشات وهذه الحوارات، وربما تريد أن تنأى بالجزائر وبالشعب وهكذا عن هذه النقاشات، ولكن هذا خطأ. وفي الحقيقة يجب أن يناقش وأن يكون عنده بعد فكري وعلمي وهكذا. ولكن أيضا من الناحية السياسية، كيف سيتعامل محمد الأمين بلغيث بعيدا عن آرائه الفكرية والعلمية؟ كيف سيتعامل مع قضية سجناء الرأي؟ لأنه الكثير من النشطاء والسياسيين رفضوا سجنه. هل هو سيطالب الآن بإطلاق سراح السجناء السياسيين؟ هل سيطالب بالعفو عنهم، رغم أن العفو بين قوسين يكون عمن أخطأ وهو كذلك لم يخطئ لأنه صاحب فكرة وصاحب كلمة؟ أنا أظن أنه الآن سيكون أمام ليس تحدي وليس معيار، ولكن سيكون أمام موقف يثبت أن للدكتور موقف علمي وأخلاقي وسياسي وفكري في دفاعه عن أصحاب الرأي كما دافعوا عنه. وشكرا.